الطريقة عبارة عن ملعقتين من السكر، ملعقتين من السكر هكذا، وملعقة من الخميرة الجافة، خميرة الخبز، الخميرة الجافة، لتر من الماء أو 700 ملل هكذا، لكي لا تترسب الخميرة في الأعلى. نحرك هكذا حتى تمتزج الخميرة مع الماء، وفي كل ساعة نحرك. فالخميرة إذا لم تحرك وتمتزج مع الماء يعني تصعد إلى الأعلى في كل ساعة تقريبا، يعني 3 مرات أحرك هكذا حتى تمتزج. بعد 3 أيام حينما تترسب الخميرة هنا في الأسفل، هذا بعد 3 أيام أو يومين على حسب الجو، نضيف كمية من الحليب هكذا، كمية من الحليب بعد 3 أيام، فنعطيها يعني يومين. يعني هناك يعني سكر في الحليب يجب أن يحرق، نعطيه يعني 48 ساعة إلى 24 ساعة. مرة أخرى يجب أن تترسب الخميرة في الأسفل، لكن حركه حتى بعد إضافة الحليب، لا بد من التحريك لكي لا يترسب الحليب في الأعلى ويصبح جبن. فحينما نرى الحليب والخميرة ترسب في الأسفل، هنا يكون الحمض اللاكتيك جاهز للشرب. طريقة الاستعمال على حسب الشخص لتفادي ضغط الدم يعني تحرير المعادن والدهون والسموم، لأن هذا الحمض هو حمض ينظف الجسم من السكر، من الأملاح المعدنية، المعادن الضارة، جميع السموم ينظفها. فهناك بعض الأشخاص عندهم تراكمات على مدار السنوات، وهذا الحمض لا ينتج في الجهاز الهضمي، هذا الحمض تنتجه البكتيريا النافعة في الجهاز. لكن بعض الأشخاص عندهم جرثومة المعدة وفطريات وكائنات حية تضر بالبكتيريا النافعة، إذن إنتاج حمض اللاكتيك عندهم قليل، التراكمات ستحصل. إذا شربوا كمية كبيرة فقد يعني تتحرر تلك السموم والمعادن والدهون، فتدفق في الدم فتسبب لهم ارتفاع الضغط. لتجنب هذا يعني الشخص يبدأ بكمية بسيطة، مقدار يعني هكذا نصف هذا الكأس، يعني قرابة 20 ملي إلى 30 ملي عند كل وجبة هكذا. وإذا رأى أعراض لا يستمر، عليه أن يقطع لمدة يومين حتى ينظف الجسم نفسه، ثم أعيد الكرة مرة أخرى بكمية أقل، وهكذا أتدرج حتى ينظف الجسم نفسه. بإمكاني أن أشرب بعدها لتر ولن أشعر بأعراض ولا مشاكل. لماذا؟ لأن الجسم نظف نفسه. الخميرة التي تترسب في الأسفل لا أرميها، بل أضيف لها الماء وملعقتين من السكر والحليب 30 ملي، نفس الكمية أو أقل منها. فهذه المرة حينما أضيف الماء والسكر والحليب لا أضيف الخميرة، لأن البكتيريا لا تزال نشطة وتستطيع أن تبقى ل10 سنوات. هي بمجرد أن يعطى لها الغذاء فهي تنمو وتعيش. على أي هذه المرة تحليل الحمض قد يحتاج فقط 24 ساعة، 24 ساعة يصبح الحمض جاهز، ليس كالسابق يعني 5 أيام. المهم علامة إحراق السكر في الماء، السكر يحرق سيصبح لا وجود له، سيتحول إلى حمض. علامة أن السكر قد أحرق هو الترسبات التي في الأسفل. هذا الحمض أو هذه الطريقة سهلة، مكوناتها في جميع البيوت. الله يكثر خيرك، خرجتيني من هذه الازمه اللي كنت فيها. اقسم لك بالله تنقول كي غادي ندير الدويان وكي ندير الطبيب كان سببا، وانا انسانه بوحدي ما عندي لا راجل لا ولاد اللي غادي يخدموا عليا. كنقول كي غندير الطبيب، كي غندير الدواء، كي غندير، والله تنصلي نقول يا ربي دير لي حل، يا ربي دير لي حل، وانا نطيح في الفيديو ديالك. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا اختي، تفضلي. السلام عليكم. عندي شهادة لله والله العظيم، هذه سنين وانا نقاسي من امراض كثيرة بصراحة. عندي لاغوت، عندي الشقيقة هذه ما نقولكش على الشقيقة، قتلاني، ما كنهش الراس دائما يوميا يوميا يوميا. صداع الراس، صداع الراس والعينين والودنين، وهذه
وسياتيك والمهم وركابيه والسمنه زدت السمنه حيت مع لاكوت ما تنقدرش نخرج المهم والله نعم. العظيم اقسم لك بالله لاغوت 5 ايام. هذه لاغوت، ما معنى لاغوت؟ ما معنى لاغوت؟ يعني ما تقصد اسمح لي النقرص نقرص؟ النقرص بالفرنسيه لاكوت. نعم 5 ايام انا دابا اليوم 5 ايام في نعم. هذا المقطع استبعته. ستسمع اقسم لك بالله العظيم ما بقاش شقيقه نهائيا. كلمة لا توجد. سبحان الله. يعني شي الكلام هكا نهضر معاك بالغوات ما نقدرش دابا انا كنهضرها بصوتي وعادي ودنيا ما كانوا كيصفروا عليا ما بقاوش. سأحاول سياتيك ظهري ما بقاش أن كيضرني نهائيا. الجميع. اقسم لك بالله كنشقى وليت كنصبن وليت كنخرج نتسخر وليت وفرحانه مع كنعيش بوحدي وليت فرحانه ناشطه. أستطيع أن أقول ما شاء الله ما شاء الله. وهذه المشاكل هذه المشاكل كم وانت تعانين منها؟ يعني الجسم بالكامل ربما عند من سنين اكثر من 20 سنه معجزة من طلاقي طلقت ويجوني هاد الحاله كلها جاتني. سأعطيكم الله على المستعان. وتستعملين عقاقير وادويه؟ قلت في اكيد وحقا واحد الحاجه ما كنتش كنعس وليت كنعس هذه 4 ايام وانا ناعسه بالليل وبالنهار. سبحان الله العظيم. يعني تسترجعين ما ما كنت كنعس ما كنتش كنعس وكنت معصبه ولي دوا معايا وليت اكتئاب وبغيت نبقى غير بوحدي في الدار وما بغيت نمشي عند حد ودابا وليت نخرج. هذه 4 ايام وليت نخرج وليت نتسخر وليت سبحان الله يرحم لك الوالدين. انا بعدا راني كندعي معاك ليل ونهار منين وليت كنعس. ماذا تقولين للذين يحاربون حمد الله كتيك؟ ماذا تقولين لهم؟ لا خذوه اقسم لك بالله. انا البارح خرجت قلتها الناس. انا البارح خرجت عندنا واحد السوق صغير هنايا السوق انا في كازا سويقه هنايا ومشيت نقول للناس والله الا كنقول للناس اللي كانت جيراني كنقول لهم شنو ما عرفتوش اجي عندي انا نوري لكم انا نصاوبوا لكم انا في سبيل الله انا نصاوبوا لكم. ومن البارح والتليفونات صحاباتي وجيراني كيعيطوا ليا من البارح كيفاش ورينا كيفاش نديروا ويلي غادا انت فرحانه وشناك ناشطه. حتى كان عندي تحت عيني منفوخ ديما منفوخ بقى نعاس واللي شافني كيقول لي بالك ماك منفوخه بالك مبجبجه هكا كنقول له ما كنعش لا المستعان. دخلتي في اكتئاب حاد يعني. مشيت للطبيب عطاني البراز وعطاني الدويان عندي دويان ما شربتهمش هذه 4 ايام ما شربتهم. سبحان الله والله ما شربتهم 4 ايام ما شربتش الدواء نهائيا. نشرب لا كاموميل بابونج. كنت تستعملين عقاقير نعم سألناك هذه الأدوية ما كانت تعطيك نتائج؟ سبحان الله قطعتي هذه الأشياء بدأت الحمد لله تغير معك الأمور 180 درجة. أكيد ماذا سيحصل؟ أكيد وقت نشرب الدواء عرفتي شنو البراز راه كتصبح بحال داك اللي ضرب سمح لي على اللفظ بحال المقرقب. نعم ما عندك لا يد لا رجل لا دماغ لا حتى شي. ودابا اليوم صبنت ودرت كيكه وطيبت الغداء اقسم لك بالله كلشي درتو اليوم وصبنت. واخا اليوم الجمعه قلت لهم شوفوا انا صبنت وجفيت وكانت واحد الخمول غريب عندي غريب غير ناعسه ومجبده وجالسه. كم تشربين في اليوم من الان؟ بدأتي كم الكميه شربتي في اليوم؟ حيت انا شويه عندي شنو الوزن كنشرب الصباح ملي كنصلي الفجر كنشرب الصباح وكنعرق. جيد. تعرق اللي تخرج السموم والاملاح هذه العقاقير. انا دابا كنهضر معاك وعرقانه. دابا انا كنهضر معاك وكل